السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما ندوزو للوصفه بغيت نشكركم على حبكم وعلى دعمكم وكذلك على تعاليقكم الزوينه، شكرا بزاف والله يخطيكم. الان غندوزو للوصفه اللي غنقدم لكم فيها دجاج بالزيتون الاخضر. كنتمنى انها تنال اعجابكم، كيجي لذيذ بزاف. تابعوني الى الاخير. ودابا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير غنحتاجو فيهم الزنجبيل، فلفل احمر، 5 الفصوص ديال الثوم، الابزار، الكمون والخرقوم البلدي، زعفران شعره، الحامض المصير، القزبره معدنوس، لتر ديال الماء، والزيتون الاخضر اللي منزوعه منه النواه. هنا كنحتاج منه 200 غرام، زيت المائده وبصله. هاد البصله تكون حجمها كبير، الا ما كانتش كبيره كنديروا 2 متوسطين، وكذلك دجاجه كامله بوزن 1.5 كيلو، العنياق والكبيده والمسائل ديالها. هنا في واحد الاناء غادي نديروا 2 معالق كبار ديال قزبر ومعدنوس او الربيع. بالنسبه للملحه ما كنستعملوهاش نهائيا، كنكتفيو غير بالحامض المصير. ثم كنضيفوا ملعقه ممسوحه صغيره من الابزار، كذلك ملعقه صغيره ممسوحه من الزنجبيل، وملعقه صغيره ممسوحه من الكركم او الخرقوم البلدي، ونص معلقه صغيره ديال الكمون، زعفران شعره درنا منه غير شي شعيرات قلال، ودرنا هنا نص حامضه مصيره. ثم من بعدها غنديروا 5 تاع الفصوص الثوم، غادي نحكوهم، وغادي نضيفوا نصف كاس ديال الماء تقريبا، هي نصف كاس، هي باش نخلطوا هذا الخليط ديال التوابل. غادي نخلطوا المكونات ديالنا، ثم غادي نحاولوا نحيدوا اللب على الجلفه ديال الحامض المصير باش ندمجوها مع المكونات الاخرى، يعني مع التوابل الاخرى. ثم غادي ناخذوا الدجاج ديالنا وغادي نتبلوه مزيان من جميع الجهات. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الملون الغذائي يمكن يضيفوه في هذه المرحله هذه، يعني يضيفوه مع التتبيله. وبالنسبه للفلفل الاحمر اللي وريتكم في البدايه ما كنستعملوش دابا، كنستعملو حتى الاخير، يعني حتى كنطيب المرقه ديالي وكنصفيها عاد كنضيفو في الاخير. ثم من بعدها غادي نضيفو هذا العنيق اللي قطعته بهذه الطريقه هذه، ما نخليش حتى يطيب عاد نقطعو، انما غنقطعو دابا قبل ما يطيب باش ما نتعذبش فيه فاش يطيب. ثم غادي نضيف الكبده والعنيق باش يشربوا حتى هما كذلك التوابل. وهنا في الطنجره مباشره، يعني ما غنستناش حتى يرقد او يشرب العطريه، انما غنحطو مباشره. يعني غادي نفرش اول حاجه في الطنجره البصله، وغنحط عليها الدجاج. بالنسبه للدجاج هنا غادي نحطو الصدر من التحت، يعني الجهه العامره ممتلئه باللحم هي اللي غنحطوها من التحت. بالنسبه للافخاذ كما درنا اليوم، يعني كما حطيتهم مزيان. ثم غادي نضيفوا لهم هذيك العنيقات والكويده، وغادي نضيفوا كذلك زيت المائده. بالنسبه لزيت المائده غنديروا نص كاس ديال العنبه، نص كاس بالضبط. وبالنسبه للناس اللي عندهم هذا النوع من المعالق غيديروا منهم 2 معالق كبار. ثم غنضيفوا لتر كامل ديال الماء. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي ما كتشحريش ما قليتيش ما هذه، احسن طريقه يمكن تجربوه هي هذه، جربوها ديك الساعه حكموا، كتجي رائعه بنينه متبله. الدجاج كيجي يشرب العطريه مزيان. ثم مباشره غادي نوضعوها على النار متوسطه، ومن بعد مرور نصف ساعه غادي نفتحوا عليها، وغادي ناخذوا واحد العود ديال الشواء، وغادي نبداو نثقبوا به اللحم ديالنا او الدجاج ديالنا، نثقبوه مزيان من جميع الجهات باش يتشرب لينا العطريه، وفي نفس الوقت يدخلوا الطياب حتى من الداخل. ثم غادي نسدو عليه، ومن بعد ما غيطيب لينا غادي نبداو نحيدو في الدجاج. ثم من بعدها غادي نحيدو كذلك الكبده والعنيقات والقلب، وغادي ناخذوا هذا المرق ديالنا وغادي نصفيوه، غادي نصفيوه مزيان من البصله ومن اللي يكونوا شي عظيمات ديال الدجاج بقاو فيه. شوفوا ما غاديش نمعسوا البصله، انما غاديين نبداو نضغطوا عليها باش ننزلوا السوائل اللي فيها.
ثم مباشرة غنرجعو هذيك المرق للطنجرة، وغادي ناخدو دوك القليب والكبيدات والكانصة ودوك المسائل، غادي نشدوهم ونقطعوهم قطع صغار باش نعاودو نضيفوهم للمرق. كده تشوفوا معايا هنا الكبيده ديالنا طابت مزيان، ما كتفرتت ما حتى شي حاجه، يعني طابت واحد الشكل جيد. كده تشوفوا معنا بهذه الطريقه تيبقى لونها غوز، يعني ماشي ما تتكحال ما حتى شي حاجه. هنا غنضيفوها ثم غادي نضيفو معاها، يعني في هذا الاثناء نضيفو العنيقات، ثم غادي نضيفو معلقه ديال السمن اللي نسيت ما ذكرتهاش لكم في البدايه، معلقه السمن صغيره عامره، وكذلك راس معلقه ديال الفلفل الاحمر. بالنسبه للناس اللي داروا الملون الغذائي ما يديروش نهائيا الفلفل الاحمر، حيت غادي يعطيهم واحد اللون اللي غير مرغوب فيه. ثم غادي نبرموا الغطاء ديال الطنجره ونخليو جميع السوائل تبخر حتى كتوصل على هذا القوام هذا. بمجرد كتوصل على القوام صافي كنطفيو عليها. ثم غناخذوا واحد الكاسرون وغادي نضيفوا ليها الماء ونكبوا عليهم هذاك الزيتون. بالنسبه للماء عادي يعني هي ديال الصنبور. ثم غادي نردوه فوق النار حتى يغلى مزيان، يعني حتى تحيد منه هذيك الملوحه، كذلك يحيد منه داك المذاق المجهد اللي تيكون في الزيتون. وبالنسبه للدجاج ديالنا غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال السمن ونضيفوا لها معلقه كبيره ديال زيت المائده، وغادي نخلطوهم مزيان باش ندهنوا بهم هاد الدجاج ديالنا من جميع الجهات، يعني من الفوق وكذلك من التحت، يعني كل طرف كنعطيوه حقه بشويه عليه. ثم غادي ندخلوه للفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت مع استعمال المروحه. بالنسبه للمده ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. ردوا البال معاه مزيان لا يتحرق لكم، حيت كل واحد ودرجه الحراره ديال الفرن ديالو. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن العادي يعني تاع الغاز غادي تشعلوا عليه من الفوق، يتحمر من الفوق وتعاودوا تقلبوه باش يتحمر من الجهه الاخرى كذلك. ثم غندوزو للمرحله ديال التقديم اللي غنحتاجو للتزيين فيها القشر ديال الحامض مصير، غادي ناخذو نقطعوه بشكل طولي، ثم الزعفران شعره. هنا اختاريت انني نحط في الطاجين، الشكل ديالو كيجي مجموع وفي نفس الوقت تيجي بلدي. في هذا الاثناء غادي نحط المرق ديالي هو الاول، غنحطو كاملو، ثم غادي نضيف ليه الزيتون الاخضر من بعد ما صفيناه من داك الماء اللي كان فيه، ثم غادي نضيف الدجاج ديالي. غنحطو في البدايه الصدر من الجهات المقابلين ثم الفخذ من الجهات المقابلين، ثم غادي نضيف الكميه المتبقيه من الزيتون الاخضر في الجوانب ومن الفوق كذلك، ثم غنضيف القشر ديال الحامض المصير، غنديرو على شكل في كيف ما كيظهر امامكم. نحطو القشر الاول ونديرو عليه القشر الثاني، وكنتبعوا هذه الطريقه على جميع الجهات، يعني كل طرف ديال الدجاج كنديروا فيه هذه الطريقه ديال القشر. وفي الاخير غادي نزيدو زعفران شعره غير باش يعطينا واحد المنظر زوين. اما بالنسبه للناس اللي ما غاديش يديروه فانهم تكتفوا به في البدايه. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم وبالصحه والراحه.